السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا جميعا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده جايين نعمل صينية. كنت قبل كده عملت لكم وصفتين من القرنبيط. الوصفة التقليدية العادية، بس طلعتها عاملة زي الكنتاكي كده مقرمشة، وكانت جافة من الزيت وقالتها وكل حاجة بالتقليدية بتاعتنا، بس ما كانش فيها زيوت زي ما اي حد بيعملها، وبتطلع كريسبي وناشفة وحلوة. والوصفه الثانيه عملت لكم، بنزل لكم اللينك بتاعها في القناه، بقرنبيط بالبطاطس المسلوقه والبشاميل، يعني قرنبيط بالبشاميل. الوصفه الثالثه ان شاء الله النهارده برضو قرنبيط، بس هيكون عجه القرنبيط، عجه بتاعه القرنبيط. تعالوا كده نخش على المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عندي زهره قرنبيط، وانا كالعاده زي الوصفه المره اللي فاتت غسلتها كويس بالخل والميه وقطعتها، حشت العناء منها وسلقتها في ميه وكمون وملح، تقليدي زي اي حد ما بيسلق القرنبيط عادي. بس انا دوست عليها في السلق عشان زي ما انتم شايفينها كده، هرستها، خليتها ناعمه جدا وهرستها. يبقى دي زهره قرنبيط مهروسه بعد السلق، هسلقها خالص عشان اعملها عجه قرنبيط. المكونات بتاعتها ايه بقى؟ بقدونس وكزبره وشبت اهو، وفلفل رومي على قرن فلفل حامي لو مش عايزه ما تحطيش، وهنا طماطم 4 حبات متقطعين، وهنا 5 بصلات صغيرين متقطعين مفرومين، وهنا توم اهو، وهنا طبعا عشان دي هتبقى عجه يبقى عندي دقيق و3 معالق كبار دقيق و3 معالق بقسماط ولبن وبيض، ودي البهارات، وطبعا الملح اساسي، وسمنه او زيت للطبخ والطهي بسيطه كده، يعني عشان هنعمل البصل والفلفل والثوم والطماطم دول لوحديهم عشان ما لخبطكمش. دول كده بصل وطماطم والفلفل والثوم، دول وصفه كده لوحدهم، ودول كده العجه بتاعه البيض. هنعمل كده المكونات. يبقى دول هنعمل بصل، وهندبل البصل عادي ونحط عليه الثوم، وبعدين نحط عليه الفلفل، وبعدين نحط عليه الطماطم وندبلهم عادي، وهننزل بيه على الخليط. مبدئيا كده هنعمل ايه؟ نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده يا بنات جبنا بوله هنحط فيها البيض اهو، ونحط فيه اللبن، نحط 3 معالق دقيق، نحط البقسماط، ونحط فلفل اسود وملح عشان الزفاره هيسيلنا. ملح نحط شويه كده مش كتير، ونضرب ده كله كده. صدقوني الوصفه دي هتحبوها جدا، هتعشقوها، مش هتبطلوا تعملوها. وبصراحه الوصفتين الاخرانيتين دول بغض النظر عن الوصفه الاولانيه اللي هي التقليديه بس كانت حلوه برضو، اجمل من بعض بصراحه. وصفه القرنبيط بالبشاميل، ووصفه اللي احنا بنعملها دي عجه القرنبيط. الحاجات السودا دي يا بنات اللي هو البقسماط كان عندي معمول في البيت، كان عندي برياوش عليه حبه سودا ونشف وطحنته، فما تقلقوش، ده حبه البركه، حبه سودا. نضرب كده لحد ما يكونش فيه اي تكتلات ولا كلاكيع ولا اي حاجه كده اهو. كل الكلاكيع تدوب كده عشان دي عليها دقيق وبقسماط وبيض ضرب كويس. بس كده انا مش عايزه ده، خليه على جنب ونشوف هنعمل ايه بالمكونات الباقيه. كده رجعت لكم تاني يا بنات اهو. هنحط زيت على النار وسمنه عشان نعمل الوصفه بتاعه
نحط البصل والطماطم اهو سمنه كده وبصل وزيت. ننزل بالبصل ونقلبه كده. وصفة تحفة تحفة تحفة، نفسي تجربوها، هتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله هيعجبكم. اهو افضل اقلب في البصل كده لحد ما يدبل معايا. يدبل معايا انزل بالثوم، ياخد لون معايا كده، وبعدين انزل بالفلفل. اهو يا بنات، وانزل بالفلفل بعد كده. ننزل بقى بالطماطم يا بنات اهو، تاخد قلوتين كده تتجانس مع بعضيها. بعد كده اقول لكم هنعمل ايه. اهو يا بنات ادينا فيها كده لحد ما تنشف. هنحط هنا ايه، بابريكا وكزبره وفلفل اسود وكركم وكمون، طبعا ملح، هجيب ملح دلوقتي اهو. نحط لها الملح بتاعها اهو، واقلب كده. بس كده اسيبها تتجانس شويه وارجع لكم. رجعنا لكم تاني يا بنات بعد ما هديت الخليط اللي انا عملته على النار دوت، اللي هو بتاع العجه، عجه القرنبيط برد اهو. بس في حاجه نسيت اقول لكم عليها، وان شاء الله كل المكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف. ده كيس بيكنج بودر، كنت نسيت ان انا احطه على البيض ودي والبقسماط والحاجات دي. هنزل كده كيس كامل كده عشان يرفعها طبعا معايا، وهخلطه كده كويس اهو. انا كنت ناسياه معلش، نسيته، الحمد لله افتكرته اهو. وهنزل لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. واضرب كويس انزل بقى بالخليط ده كله كده يا بنات. هننزل كده بالخليط كله كده على بعضه. هعد الخلطه دي بتاعت العجه عشان تطعم لي البيض. وهننزل بالخضره، بس هخلي شويه يبقى على الوش واقلب. بسم الله. ما انتوا شايفين كده. وانزل برضو بالخليط ده كله على القرنبيط
اهو. واقلبه كده كله على بعضه كده. وصفة بسم الله ما شاء الله تعجبكم قوي واقتصادية جدا، يعني ما بتكلفش وصحية، مفيهاش زيت كتير، عشان الاولاد دايما بيكرهوا القرنبيط المقلي عشان من كتر الزيوت وطعمه كده مش لطيف، بيبقى طري كده ومليان زيت مش حلو، فما بيضطروش ياكلوه. انتوا ما تقولهمش ان انا عامله لكم قرنبيط خالص، انتوا اعملوا الوصفه دي وحطوهم قدامهم، هتلاقوهم ينصفوها نسف ويخلصوها لكم. وصفه جميله وفظيعه وحلوه واقتصاديه جدا. ولو عندكم عايزين تضيفوا يا بنات مع التقليه اللي انا عملتها له، البصل بالثوم بالطماطم بالفلفل الرومي حته لحمه مفرومه، مش هتقول لا. عندكم سوسيس برضو حطوا، مفيش مشاكل، بس دي اقتصاديه واللي عنده متاح يا ريت يبقى احلى واحسن. بس انا عندي المتاح ده عملته كده. هي دي الوصفه الاساسيه للعجه القرنبيط، لكن لو فيه مش هتخسر. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب صينيه اهو يا بنات، دهنت الصينيه كده زيت، انزل كده برشه بقسماط في القاعده تحت علشان ما تلزقش مني اهو. والاسود ده يا بنات ارجع واقول لكم ده بقسماط فيجيتار رياقوش عندي، وكان قرص كده فيها بقسماط ناشفه، فعملتها فيجيتار كده او بقسماط. حطيت لها حبه البركه اهو طبعا كده. ارجع ادلق ده كده، الزياده بتتعاملي معاها زي الكيكه بالظبط. حطيتها كده اهو. انزل بقى بالخليط بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا بنات، واساوي الوش كده، خليها متجانسه سوا بعضيها كده، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه اهو. منتهى الجمال والحلاوه. هتعشقوا حاجه اسمها قرنبيط بعد كده، هتعملوها احلى من الوصفات التانية التقليديه. بس كده. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزه تحطي جبن عليها ماشي، عايزه تحطي صفار بيضه ماشي، عايزه تحطي اي حاجه قشطه بتاع ماشي، هيديكي لون كده مفيش مشاكل. بس اهو يا بنات، نحط البقدونس ده على الوش كده، ما قلت لكم سبت شويه تتحط على الوش كده عشان تبقى فريش كده ولونها جميل اهو. بس كده وبسويها بس ادخلها الفرن تاخد لون جميل واطلع لكم بالشكل النهائي. ورجعنا لكم تاني يا بنات وده الشكل النهائي لعجة القرنبيط، وشوفوا شكلها منتهى الجمال والحلاوه ازاي. بصوا بس هي لسه طالعه من الفرن، لازم تهدى شويه عشان نقطعها نسلكها كده اهو اهو. خليها كده بقى تهدى، اقطعها لكم واوريكم الشكل النهائي اهي يا بنات. قطعناها اهي بس هي لسه سخنه، لازم تهدى شويه عشان اطلعها، سخنه جدا. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصوا بصوا طالعه كلها الخرطه بخرطتها ازاي، بصوا الجمال، بصوا من تحت، بصوا اهو طلع لكم حته تانيه اهو اهي طلعت. بصوا كل سهوله ازاي معايا، بصوا اهي القطعه التانيه فوقيها اهي عشان اوريكم من تحت عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا
بصوا حمرا ازاي، بصوا زي الكيكه بالظبط، جميله جدا. احلى عجة بيض، عجة قصدي قرنبيط. جربوها مش هتندموا، جميله. بصوا مستويه من جوه، او الخرطه بخرطتها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، فعلوا لي الجرس، ومستنيه تعليقاتكم في الكومنتات. ولو عايزين اي سؤال ولا اي حاجه علقوا لي تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.